النهاردة هنعمل ألذ وأسهل وأخف كيكة هتلغي بعدها أي وصفة كيك انت عملتيها قبل كده. طرية وهشة فيها طراوة غير طبيعية. متأكدة أول ما تشوفي الوصفة هتقومي حالا تعمليها من سهولتها وبساطتها. كيك الحليب الساخن من أجمل الكيكات اللي ممكن انت تجربيها. دي قناتي وصفات أم جودي. لو أول مرة بتشوفوني ياريت تنوروني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. ولو عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوا تحطوا اللايك. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونقول المقادير بتاعتنا. معايا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، كيس فانيليا، كوباية الا ربع سكر، نص كوباية لبن، ربع كوباية زيت، كوباية دقيق، معلقة بيكنج باودر ورشة ملح. اول حاجة هنبتدي بيها هنجيب البولة بتاعتنا وننزل معايا بالبيضتين. هنقوم نازلين معاهم بكيس فانيليا. انا كيس الفانيليا دون 2 جرام. لو انت عندك كيس فانيليا جرام واحد يبقى هتحطي كيسين فانيليا. هنقوم نازلين بقى بالمضرب الكهربائي بتاعنا ونضرب البيض. طب انا ما عنديش مضرب كهربائي، ممكن اضربهم في الخلاط. اقولك ينفع ان انت تضربيهم في الخلاط. ولو انت خلاطك بايظ وما عندكيش خلاط ممكن تعمليهم بالمضرب اليدوي. اي حاجة هتأدي الغرض وان شاء الله هتطلع نتيجتها جميلة. هنفضل نضرب في البيض لغاية ما قوامه يفتح معايا كده ويبقى لونه ابيض وهش كده. هقوم بعد كده نازلة بكوباية الا ربع سكر. السكر انت ممكن تحطي حسب رغبتك. كوباية الا ربع كان سكرها مظبوط. انت لو عايزاها سكر زيادة ممكن تخلي كوباية سكر، بس ما ينفعش تقللي عن كوباية الا ربع سكر. يعني تزودي ماشي انما تقللي لا. هنحط كوبايه الا ربع سكر وهرجع تاني اضرب بالمضرب، سواء بقى المضرب اليدوي او الكهربائي او الخلاط، لغايه ما القوام يبقى معايا كده زي ما انتوا شايفين ابيض وهش وكريمي كده. هقوم نازله معايا بربع كوبايه زيت نباتي، يكون طعمه حلو وملوش ريحه علشان يبقى وصفتنا تنجح معانا. هقوم ضربه تاني اقلب الزيت معاهم. وبعد كده هقوم جايبه معايا كنكه، احط فيها نص كوبايه اللبن بتاعتي وعليها معلقتين زبده. زبده عادي من التلاجة، زبده بدرجه حراره الغرفه. كده كده احنا هنغلي اللبن على النار لغايه ما يبقى معانا كانه بيغلي بالظبط. اللبن هيغلي قبل ما يغلي معايا هنزل بكوبايه الدقيق معايا وعليها رشه ملح ومعلقه من البيكنج باودر. وهقوم خلطه المكونات دي تاني مع بعض. هتقولي لي طيب اللبن مش غلط يا ام جودي ان احنا نسخنه ونحطه على الكيكه؟ هقولك لا يا حبيبه قلبي، ده هو ده سبب وسر نجاح الوصفه. احنا كده كده خلطنا البيكنج باودر مع الدقيق والبيض. يعني مش هيبقى فيه ضرر من سخونية اللبن على البيكنج باودر او البيض. خلاص البيض تجانس مع السكر ويعني شبه يعتبر داب. بس برضو احنا لما نقوم نازلين باللبن نقلب على طول. انا دلوقتي هو جبت بقى المضرب اليدوي بتاعي وابتديت ان انا الم اطراف البوله عشان لو في دقيق او اي تكتلات تدوب معايا. وبعد كده خلاص اللبن بقى سخن معايا، شايفين بيغلي غليان، يعني مش سخونه بس، لا اللبن كانه بيغلي معايا. وبعد كده قمت نازله بيه. الزبده واللبن لما بيبقوا سخنين بيدوا طراوه وهشاشه جميله قوي للكيك، بيخلوها كيكه اسفنجيه هشه وطريه، والمسام بتاعتها بتبقى ضيقه كانك بالظبط ماسكه سفنجه في ايدك. وده سبب من اسباب نجاح وصفتنا النهارده، عشان كده سميناها بكيكه الحليب الساخن. جبت معايا قالب مقاس 25 وقمت دهناه دهنة زبدة وبدرتها بالدقيق. ما عندكيش زبدة ممكن زيت ممكن سمن. دهني القالب وبعد كده اديله رشة كده بالدقيق، يعني عفريه بالدقيق كده. وبعد كده تقومي نازلة بالخليط بتاعي. في الوقت ده نكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 170 من تحت بس. هنحط القالب على الرف اللي في النص. هيقعد معايا حوالي من نص ساعة لساعة الا تلت. هنفتح عليها هنلاقيها استوت، هنطلعها بالمنظر الجميل ده. شايفين لونها عامل ازاي؟ طلعت معايا ما شاء الله، قوامها جميل، عامله شبه السفنجه بالظبط. يا جماعه انا متاكده ان انتوا لما تجربوا الوصفه هتعرفوا قد ايه انا بقول، يعني بجد جميله. الكيكه جميله، قلبها من جوه طري وهش كده، ومن بره متماسكه وجميله. يعني هي تتاكل كده لوحدها اصلا.
هنبتدي بقى ان احنا بعد ما نسيبها تبرد، تبرد خالص، هنقوم بقى نبتدي ان احنا نقطعها طرنشات. طب لو انا ما عنديش القالب ده يا ام جودي وعايزه ان انا اعملها في صينيه، هتعمليها في صينيه مقاس 22. ولو انت عايزه تضاعفي الكميه ضاعفي الكميه واعمليها في صينيه مقاس 26. هيبقى معاكي القوام بتاعها وهتبقى عاليه وهشه وجميله. وانا هكتب لكم برضو المقادير بتاع الكيك في صندوق الوصف وفي التعليقات عشان حبايب قلبي يشوفوها وينفذوها، وان شاء الله انا متأكدة هتعملوها وهتجربوها تطلع معاكم زي العسل. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي؟ الإضاءة على فكرة ظالمة لونها، هي لونها جميل، قلبها أبيض زي الفل. عايزاكم بقى لو عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوا تحطوا اللايك. هي كده هي ما شاء الله جميلة معايا، اللهم بارك. بجد تحفة، طعمها خطير، وانا متأكدة ان انتوا لما تجربوها هتعملوها تاني وهتضاعفوا الكمية، لان انا ما شاء الله مسافة ما عملتها كانت خلصت في ساعتها. الكيكة قلبها زي السفنجة من جوه، جميلة جميلة بجد، كيكة اسفنجية خطيرة بجد. عملنا قبل كده مع بعض في القناة صوصات اقتصادية. عملنا صوص الابيض اللي هو الجناش الابيض الاقتصادي، وصوص الشوكولاتة من غير شوكولاتة ومن غير اي مواد دهنية. قلت لكم بقى هنعملهم ونحطهم في التلاجة عشان الفترة الجاية دي هنشغلهم في شوية وصفات. فانا النهاردة طلعت صوص الشوكولاتة البيضة والصوص الدارك وزينا بيهم الكيك بتاعنا. بجد صوصات جميلة والكيكة أجمل، وأنا هسيب لكم اللينك بتاع الصوصات في شاشة النهاية وفي علامة الآي فوق في الشريط اللي بيظهر أعلى الفيديو. هسيب لكم الفيديو بتاع الصوصات دي عشان تشوفوها وتعملوها. بجد صوصات جميلة وخطيرة وموفرة جدا وهتقعد معاكي. أنا دي يعني يجي تاني وصفة أشغل فيها الصوصات دي، فاعملوها وان شاء الله هتدعولي. لو عايزين تسألوا على اي حاجة في الوصفة اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم. ولو انتوا مش عايزين تحطوا عليها اي صوص هتعملوها وتاكلوها كده مع كوباية شاي، هتطلع معاكم في منتهى الجمال. جربوها وان شاء الله هتدعولي. يسعدني ويشرفني كده ان انتوا تكتبوا لي تعليق حلو كده وتقولوا لي تسلم ايدك يا ام جودي، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتحطوا اللايك. اهم حاجه تحطوا اللايك، دعمكم بيفرق معايا. اتمنى الوصفه النهارده تكون عجبتكم ونالت رضاكم. دمتم في رعايه الله وفي حفظه وفي امان.